حج احنا يصلح بعد اذنكم اهل الزيت والجماعه. الله يحفظك مولانا حجي نو. تفضل اخونا هانزو والاخ سيف، واحد منكم اي واحد يريد يتكلم حتى ارجع، لان ما كملت النقاش مع ابي عاشر. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. حتى تعرف يعني لست شيعي وانا شيشاني كما قلت، يعني عندنا كل السنه يعني، لكن عندما انا اسال اسئله للعلماء يقولون انت الضال، انت يعني لا يجب تسال هذه الاسئله هكذا، يعني لا اجد جوابها، لذلك ليش؟ انا اتابعكم. لماذا؟ واجد عندكم بالعكس يعني اخونا، هي احنا حتى شيعة امور هي اساسا سبيل للوصول الى الحقيقه هو السؤال والجواب والحوار. قول له قولا لينا، قول انت تقول وانا اقول، لماذا يمنعك؟ تفضل اخونا. والله انا شوف، خليني اقول لك شغله، انا ما اعرف، بس لحظه انا ما اعرفك، لكن انا ما اعتقد صادفني شيشاني اعلن التشيع في قناتنا، بلكي الله يا الله ندعو الله. تفضل اخونا. هذا اظن يحدث، ليس واحد بل اثنين يعني. يا المهم اريد اسال سؤال يعني. هناك سأحاول بسرعه يعني. الله يقول هكذا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبعدين يأمر النبي عليه الصلاه والسلام اقرأ. ليس هذا امر يعني؟ وأهل السنة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف القراءة يعني. هذا سؤال أولا يعني، ليس تعارض هناك. ثانيا، والثاني عندي دائما يعني، أنا فكرت في هذا السؤال منذ زمان، لكن كنت أخاف يعني، ممكن أقول يعني أسأل يعني هكذا، لكن أنا لا أخاف شيء يعني أبدأ أفهم هذه الأشياء. المهم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربى عند أبو طالب، وكما أنا أذكر يعني من عمره 6 سنة. المهم يعني في عام الحزن، هو توفي في عام الحزن يعني. أبو طالب طرد بسبب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، بعدين عندي السؤال هكذا يعني. عندما ذهب إلى الطائف النبي دعا لهم يعني بالخير يعني، ويقولون أن عمر دخل الإسلام بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندي فقط سؤال واحد يعني: لماذا النبي، هذا لأهل السنة الذين يقولون أن أبو طالب في النار يعني، هم يقولون هكذا، هذا سؤال لهم يعني. ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأبو طالب جزاك الله خيرا في حياته قط يعني؟ كيف هذا يعني؟ إذا قال هذا الدعاء يعني، وهم يقولون جزاك الله خيرا يعني، هناك مقصود يعني.